السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم غادي نقدم لكم صابلي محبوب الجماهير، كلشي كيبغيه الكبير والصغير. واحد الوصفه اللي هي رائعه بزاف، زوينه وسهله وناجحه واقتصاديه. غير بيضه واحده ونص كاس ديال الزيت فقط. كيف كتشوفوا معايا صابلي رائع سواء شكلا ومذاقا ومنظر. غادي نسموه بالكراميل، وايضا غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الكراميل، وصفه منزليه حتى هي سهله وبسيطه وناجحه، وغادي تنقم عليكم رخيصه ان شاء الله. وكتشوفوا معايا ايضا الصابلي ما كيتغيرش الشكل ديالو، يعني ما كيتقلش في الفران. ان شاء الله خواتي، في هذا الفيديو غادي نمشي معكم خطوه بخطوه، وغادي نوري لكم جميع الاسرار والنصائح باش ان شاء الله ينجح معكم من اول تجربه. يلا تبعوا معايا الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تعرفوا جميع التفاصيل ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بالمقادير بحال ديما. عندي هنايا رابعه ديال الزبده. انا الزبده اللي استعملت اليوم هي هذه ديال لومولا. ضروري اخواتي انكم دائما ملي غادي تستعملوا الزبده خصكم تشوفوا 200 غراس اللي فيها تكون اكثر من 70%. وعندي كاس ديال سكر كلاصي، نص كاس ديال زيت المائده، بيضه واحده فقط، وغادي ندير واحد الرشيشه ديال الملحه او قبصه ديال الملحه، وسكر فاني باش غادي نسمو. وعندي هنايا 7 غرام من خميرات الحلويات والطحين حسب الخليط. وبالنسبه اخواتي غادي نستعملوا فلون كراميل للتنسيم، صراحه كيجي رائع بزاف به الصابلي. انا استعملت هذا، كنوري لكم لومبالاج ماشي اشهار ولا حتى شي حاجه. بالنسبه فيه 6 غرام اللي فيه في هذا. تقدروا تستعملوا هذاك بالنسبه للاخوات اللي كاينين في المغرب، ديروا هذاك ديال درهم راه حتى هو زوين. صافي اخواتي، المقادير هما هادو بساطين واقتصاديين، كنظن متواجدين في كل بيت. اول حاجه غادي نجيب القصعه ديالي، نحط الزبده والسكر والفاني وواحده قبيصه ديال الملحه وديك البيضه كامله. اخواتي دائما في جميع الحلويات خصكم البيض والزبده تخرجوهم من قبل من الثلاجه باش ما يعذبوكمش في الخدمه. وبالنسبه للصابلي اخواتي، السر الاول ديالو السكر، خصو يكون يعني السكر كلاصي او لا سكر مطحون. اخواتي نسيت ما قلت لكمش، جوج معالق غادي نزيد جوج معالق ديال النشا اولا ديال المايزينا. وبالنسبه للزيت اخواتي، دائما في جميع الحلويات اولا في لي كيك تبقاو تزيدوا تدريجيا وانتم كتخلطوا، يعني ما تزيدوش الزبده، عفوا الزيت، ويعني في خطره واحده. ودابا غادي نزيد النشا هي اللي كتهشش لينا الصابلي ديالنا وكتعطي ليه واحد المذاق رائع بزاف بزاف. غادي ندير جوج معالق كبار كيف ما شفتوا معايا، درتهم بومبي صافي. وغادي نخلط مزيان. هنايا اخواتي ضروري انكم تخلطوا مزيان، ما تخليوش حتى شي حبيبه ديال الزبده ولا ديال السكر. انا كنوريكم اخواتي، تقدروا تستعملوا هذا الفلون هذا، حتى هذا زوين. هذا صغير ولكن حتى هو زوين بزاف بزاف، بحالو بحال الاخر. المهم اي نوع ديال الفلون اللي عندكم ديروه، ولكن بما اننا غادي نزينو بالكراميل، ديروا النكهه ديال الكراميل. صافي كما شفتوا معايا اخواتي، بعد ما خلطت جميع المكونات وصارت لي يعني بحال شي بوماد، دابا غادي نزيد الطحين تدريجيا، وايضا نوعيه جيده. والخميره غادي نديرو غير 7 غرام اخواتي فقط. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين. وكما قلت لكم الطحين ايضا ما ديروش دفعه واحده، بقاو نتوما كتخلطوا وكتزيدوا في الطحين. بالنسبه للصابلي اخواتي، هو ما كيتعجنش ما كيتعلقش كما شفتوا معايا، يعني غير باطراف الاصابع فقط، وكنجمع العجينه ديالي. وبالنسبه للعجينه ديال الصابلي ما خصهاش تكون قاصحه، خصها تبقى شويه رطبه اخواتي، باش ان شاء الله ينجح معكم الصابلي ديالكم وما يعذبكمش في الخدمه وما يتفرتتش لكم. ضروري اخواتي ان العجينه ديالو تكون شويه رطبه. انا غادي نوري لكم القوام ديال العجينه خصو كيف يكون. هذا هو القوام ديال الصابلي ديالنا اولا ديال العجينه ديالنا. كنوري لكم بالعرض البطيء، هو هذا اخواتي. الا كورتوا الحلوه ديالكم هيدا وجبرتوا يعني جبرتوه انه يعني كيتشقق لكم والعجين، يعني العجينه ديالكم راها قاصحه، تقدروا تزيدوا ليها شويه ديال الزبده. صافي دابا غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح وغادي ندوزو نوجدوا الكراميل ان شاء الله. ما درتها لا في الثلاجه لا حتى شي حاجه اخواتي. بالنسبه للمكونات ديال الكراميل، عندي كاس ونص ديال السكر، وعندي هنايا لا كريم ليكيد اللي فيها 20 ملي. اللي عندها لا كريم ليكيد تستعملها، اللي ما عندهاش دير كاس ديال الحليب. وعندي ملعقه كبيره عامره ديال الزبده، وعندي هنايا 200 غرام ديال الشوكولا البيضاء.
صافي اخواتي، هادو هما المكونات ديال الكراميل ديالنا. انا هنايا استعملت يعني واحد الكميه اللي هي كبيره، حيت ان شاء الله غادي ندير فيها جوج وصفات، غادي ندير هاد الوصفه وغادي نزيد واحد الوصفه اخرى. اما نتوما تقدروا ديروا النصف ديال المقادير. غادي نجيب هنايا واحد يعني المقله تكون شويه عريضه شويه، وغادي نحط فيها السكر. في الاول اخواتي ما تخلطوش بالملعقه حتى يبدا يذوب لكم السكر ديالكم. غادي نبقاو غير نحركوا هيدا يعني المقله ديالنا فقط. صافي كيما شفتوا معايا دابا بدا كيذوب لينا السكر ديالنا. دابا غادي نجيب واحد الملعقه الخشبيه وغادي نبدا يعني كنحرك في السكر ديالي. واخا تشوفوا فيه شويه د الحبيبات ماشي مشكل، غير بقاو تحركوا فيه، ولكن عندكم يتحرق لكم. الا تحرق لكم راه غادي يجي فيه واحد النسمه ديال يعني كتكون فيه نسمه مره. صافي اخواتي، بعد ما داب لينا السكر ديالنا ودابا غادي نزيد ديك الملعقه ديال الزبده. واخا تشوفوا الزبده راه انعزلت على الكراميل اولا على السكر ما تخافوش. ملي غادي نزيدوا ليها يعني الكريمه ديالنا غادي تجانسوا جميع المكونات. دابا اخواتي راني نقصت البوطه، وهنايا ديروا اتونسيون باش يعني ما تحرقش، يعني ما تحرقهمش الكراميل. صافي اخواتي، هنايا نقصت البوطه وزيد كنزيد الكريمه ديالي بشويه بشويه حتى غادي نزيدها كامله. كما قلت لكم اخواتي، اللي عندها الكريمه ديرها، اللي ما عندهاش دير كاس ديال الحليب. صافي، وها هي الكريمه ديالي حصلت عليها هيدا الشكل ديالها، خصو يكون هاد يعني هيدا. ودابا غنطفيت البوطه وغادي نزيد ديك الشوكولا البيضاء 200 غرام كما قلت لكم. صافي، وغادي نحركو مزيان وصافي. والكريمه ديالنا ها هي صبحات جاهزه، اولا الكراميل ديالنا صبحت جاهزه. كما شفتوا معايا دابا راه هي خفيفه، ولكن ملي غادي تبرد راه غادي تزيد تقصح لكم. صافي، غادي نطفي عليها وغادي نرجعوا للصابلي ديالنا بعد ما ارتاح لينا واحد 20 دقيقه. صافي، دابا غادي نجيبوا واحد بلاستيكه غادي نحطوها لتحت، وغادي نرشوا شويه الطحين، وايضا غادي نرشوا شويه الطحين ايضا من الفوق العجينه. وغادي نجيبوا البلاستيكه الثانيه، بلاستيك غذائي. صافي، وغادي نطلقوا العجينه ديالنا. بالنسبه لي انا اخواتي غادي نحاول نديروا شويه رقيق، لاني غادي نلصق جوج، يعني غادي نلصق جوج بيناتهم. من الاحسن انكم ديروا شويه رقيق. صافي، وها هي طلقت العجينه ديالي. ودابا غادي نجيب الحصيره العجيبه اللي غادي نزينوا بها الصابلي ديالنا. راه هي متواجده كاينه في الاسواق وفي المحلات، راها كاينه يعني مع الحوايج ديال يعني المواعن ديال الكوزينه، وراه كيكونوا فيهم يعني بزاف ديال الالوان. صافي، كما شفتوا معايا بعد ما درت الحصيره ديالي ودرت ليها يعني بديت كنعطيها ديك الرشمه. يعني خصكم ضروري ديروا بها بالحلال باش ترشم لكم ديك الرشمه ديال الحصيره ديالكم. وبالنسبه للطابع ديالنا او المرشم ديالنا، ديروا اي مرشم بغيتو، اي مرشم اللي عندكم في الدار، ولكن كل مره بقاو ديروه في الطحين باش هيدا ما غاديش يلصق لكم فوق العجينه. بالنسبه لي انا اخواتي درت هذا ديال يعني على شكل ورده، حتى هو كيجي المنظر ديالو زوين. صافي، ودابا غادي نهز الحبات ديالي وغادي نحطهم في يعني في البلاطو اللي فرشت له واحد بابي كويسون اولا ورق الزبده. هانتوما كتشوفوا معايا ديك الرشمه كتجي باينه وكتجي زوينه بزاف بزاف. اما هذه اخواتي كما شفتوا معايا ديك اللي كاينه في الوسط، ديك الورده اللي كاينه في الوسط راه ما كنزولهاش حتى كنحطها في البلاطو ديالي. عاد ديك الساعه كنزولها. الا زولتوها دابا اخواتي راه غادي يعني تخسر ليها المنظر ديالها، وديك يعني الدائره غادي تجبد لكم وغادي تجي كبيره. ديك الساعه ما غاديش يجيو يعني الحلوات ديالكم ما غاديش يجيوش مقادين. كما شفتوا معايا حتى كنحطهم في البلاطو. هذيك الساعه كنزول ليهم ديك الدائره بشي كيغدون ولا بشي هيدا. صافي، وديك الساعه غادي ان شاء الله ندوزو باش نطيبوه. بالنسبه للطياب اخواتي، كيف كتعرفوني انا عندي الفران ديال الضوء. دابا شعلته حتى سخن مزيان، وغادي نحط الصابلي ديالي في الدرجه الثانيه، وغادي نشعلو العافيه غير من التحت حتى يتحمر لينا شويه. وديك الساعه غادي نشعلو شويه من الفوق باش يتحمر لينا ايضا شويه، غير ياخذ داك اللون الذهبي فقط. وبالنسبه لدرجه الحراره درت له 200 درجه، ما درتش يعني الساعه، حيت خصنا ضروري نبقاو نقابلوه. كيف كتعرفوا الصابلي راه دغيا كيطيب. صافي اخواتي، غادي نستمر هيدا حتى غادي نكمل الحلوه ديالي كامله، وديك الساعه ندوزو باش نزينوه ان شاء الله.
صافي أخواتي كيما شفتوا معايا بعد ما طيبت الصابلي ديالي كامل، أنتما كيف كتشوفوا معايا ما شاء الله جا محمر من الفوق ومن التحت، وكيف كتشوفوا الرشمة ديالنا يعني ما تغيراتش وما تقلّش في الفران وما يعني جا هو هذاك صراحة وصفة رائعة ووصفة ناجحة. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف إن شاء الله بالغرام بحال دائمًا. وبالنسبة للكراميل ديالنا كيما شفتوا معايا أخواتي كانت قاصحة ليا شوية وعاودت سخنتها باش هيدا ما تعذبنيش في الخدمة، وملي غادي نحطوها في الصابلي راه اكيد راه غادي تقسح لينا. كيما شفتوا معايا اخواتي دابا غادي نجيب الصابلي ديالي، نجيب الحبه الاولى غادي نحط فيها واحد ملعقه صغيره ديال الكراميل، وغادي نحط عليها الحبة الثانية. صراحة طريقة سهلة وبسيطة ولكن صدقوني كيجي واحد الصابلي اللي هو رائع بزاف بزاف زوين ولذيذ، وما نعاودش لكم اللذة ديالو لا تقاوم، وانا متأكدة الا كليتو وحده غادي تزيدوا الثانية. ديك الكراميل اللي درنا سواء في العجينة او الكراميل اللي يعني باش زينا عطات له واحد اللذة اللي هي رائعة بزاف بزاف. الا عندكم الكراميل ديروها، الا ما عندكمش تقدروا ديروا المربى او الشوكولا البيضاء او الشوكولا نواخ اللي بغيتو. بطبيعه الحال اخواتي بحال ديما غادي نقسم معكم وحده ونوري لكم كيف جات من الداخل. انا مازال كنوري لكم صراحه الصابلي رائع بزاف بزاف. انتم كتشوفوا معايا ديك الكراميل صراحه كتجي رائعه وكتجي بنينه، وحتى هو كيجي هشيش هشيش بزاف. ان شاء الله مره اخرى غادي نوري لكم واحد الطريقه اخرى بلا زيت حتى هي يعني حتى ديك الوصفه كتجي زوينه وكتجي رائعه بزاف اخواتي. اخواتي وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم عجبت لكم، وكنقول لكم نوضوا جربوها دابا راه غادي تعجب لكم ان شاء الله. يلا اخواتي نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده بحال ديما، مع الوصفات اللي هما ساهلين وبساطين وناجحين. يلا حبيباتي ديالي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، مع السلامه، عواشر مبروكه.